لأنه شعر المرأة ما نعتبروش مجرد شعر، بل هو مرآة لجاذبية وجمال وثقة كل مرأة. اليوم جيتكم فيديو باش نعرفكم كيفاش نقدروا نديروا كيراتين طبيعي للشعر. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة مليحة. فيديو اليوم بسيط جدا، حنحكي فيه على وصفات طبيعية مكوناتها بزاف بسيطة باش نقدر نخدم كيراتين طبيعي للشعر. الكيراتين هذا حيساعد في ترميم الشعر، إصلاح الشعر، حيحمي الشعر الجاف ويحافظ عليه لمدة أسبوع. يعني النصيحة اللي نقولها لكم إنه هذا الكيراتين طبيعي ديروه مرة واحدة أسبوعيا قبل الدوش. وقبل ما نبداو في فيديو اليوم نساو ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كامل جديد. نبداو بالوصفة تاعنا. أول مكون لينا هو 2 ملاعق من بلسم الشعر. اختاري أي بلسم مناسب للشعر تاعك تستعمليه الشعر تاعك، ويجي منه 2 مغرف تاع هاد البلسم. بالإضافة أنه تجيبي 3 ملاعق من جل بذور الكتان. كيفاش تقدري تحصلي على هذا الجل؟ بطريقة بسيطة، أنك تجيبي إناء وتحطي فيه ماء، كاس ماء، وحطي فيه ملعقة ونص بذور كتان وخليها تغلي لمدة 5 دقائق. هتحصل على هذا الجل، تخليه يبرد وزي منه 3 مغارف وزيديهم للبسمة الشعر. ثالث مكون هو ملعقة من زيت جوز الهند، لأنه زيت جوز الهند نعرفه كامل إنه غني وبزاف مناسب للشعر. اللي ما عندهاش زيت جوز الهند تقدر تعوضه بزيت اللوز تاني مفيد، ولا ممكن أنها تجيب ملعقة من نشا. تخلطي هاد المكونات كامل مع بعضها وتطبقيهم على شعرك وتوزعيهم على كامل الشعر تاعك وتخليهم لمدة ساعتين، حوالي ساعتين هكاك. بعدها تغسلي شعرك بالماء الدافي، وبهذا تكوني طبقتي افضل كيراتين طبيعي للشعر. هاد الكيراتين بزاف حيناسبك شعرك. هتلاحظي انه شعرك حيولي ناعم وحيولي صحي بعد هذا البلسم، وانك تستعمليه قبل الدوش مرة واحدة اسبوعيا. حيعوضك من انك تستعملي بلسم بعد الشامبو. والنصائح اضافية باش يكون شعرك افضل هي انه الماء يكون دافي، وبعدها انك تحكمي شعرك وتحطيه في منشفة قطنية تخليه ينشف. بعد ما تخليه ينشف في المنشفة القطنية، حاولي انك تسلكي شعرك بمهل اذا كان مازال يعني متشابك، ومن المستحسن انك تخليه حتى يشيح. واستعملي زيت جوز الهند اللي قلت لك عليه، عاد استعمليه مرة ثانية بعد الشامبو، لانه راح يعاونك شعرك باش ما يفقدش بزاف بروتينات، خاصة في فصل الصيف، لانه هذا الفصل الشعر يفقد فيه بزاف بروتينات بسبب الحرارة. باش تحصلوا على نصائح اكثر عندها علاقة بعلم الجمال، ديروا لايك واشتركوا في القناة وادخلوا القناة وشاهدوا كامل الفيديوهات الموجودة فيها، راح تستفيدوا اكيد حسب المشكل تاعكم. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.